ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض في مصر النهارده السبت 7 مارس. لو نازل تشتري فراخ أو بيض النهارده فالخبر ده مهم جدا ليه، لأن الأسعار شهدت طلعة جديدة خلال الأيام اللي فاتت، والسبب الأساسي بحسب التفاصيل اللي معانا هو زيادة الإقبال على الشراء مع المواسم المتتالية، وده خلى الدواجن والبيض يرجعوا بقوة لقائمة أكتر السلع اللي الناس بتسأل عنها يوميا. بحسب الاسعار المذكوره النهارده الفراخ البيضاء وصلت في المزرعه ل 100 جنيه للكيلو بعد ما كانت ب 90 جنيه من كام يوم فاتوا، وبتوصل للمستهلك بسعر ابتداء من 105 حتى 110 جنيه. اما الفراخ الامهات فسجلت في المزرعه 70 جنيه وبتوصل للمستهلك بحوالي 80 جنيه. الفراخ السيسو الحمراء هي كمان وصلت ل 115 جنيه للكيلو بعد ما كانت ب 100 جنيه وبتتباع للمستهلك النهارده ب 130 جنيه. أما الفراخ البلدي فاستقرت في المزرعة عند 120 جنيه وبتصل المستهلك بحوالي 130 جنيه. الزيادة ما وقفتش عند الفراخ بس، لأن كيلو البانيه هو كمان ارتفع من 200 جنيه ل 230 جنيه في بعض المحلات، وسعر الأوراق بقى ما بين 90 و 110 جنيه، الأجنحة ما بين 70 و 80 جنيه، جوز الحمام سجل 190 جنيه. يعني ببساطة الارتفاع طال أغلب الأصناف اللي عليها طلب في البيوت المصرية. أما كرتونة البيض الأحمر فوصلت ل 110 جنيه في الجملة وبتباع للمستهلك ب 135 جنيه بعد ما كانت ب 120. كرتونة البيض الأبيض ب 110 في الجملة وبتوصل للمستهلك ب 130 جنيه. البيض البلدي بيبدأ في الجملة من 135 جنيه وبيتباع للمستهلك ب 150 جنيه.